ما تيجوا نتعلم مع بعض ازاي من الزبدة الفلاحي نطلع منها احلى سمنة طعم ولون وريحة ومرملة زي ما انتم شايفين. احلى وقت نشتري فيه الزبدة بتبقى من نص يناير لحد اخر شهر 2. فبشتري كمية بقعد عليها طول السنة، دول حوالي 5 كيلو. حطيتهم على النار، اول ما بدأوا يغلوا كده حطيت عليهم معلقة كبيرة من الملح. هنلاحظ ان كمية السمنة بدأت تقل وبدأت تقصر. طب نعرف منين كده ان خلاص السمنة استوت؟ لما لون المرتة يبقى ذهبي كده زي ما انتم شايفين، بنطفي عليها ونبتدي نعبيها بقى في برطمانات من الازاز، تكون متعقمه ونضيفه كويس جدا. ببتدي اعبيهم حوالي ال5 كيلو، بيطلعوا لي 4 كيلو من السمنه الصافي، وبشيلهم عندي بقى طول السنه. وبرجع اشتري تاني السنه اللي بعدها، فبيريحني جدا الموضوع ده ان انا بطلع واستخدم على طول، وجع ساعه ولا كل ساعه. زي ما انتم شايفين كده بتطلع تحفه. اما بقى المورتا دي حدوته تانية خالص، بتتاكل بقى حاف زي ما انتم شايفين كده، بتتحط على البيض، بتتحط على المش، بتبقى خطيرة. جربوها ودوقوا.